اهتزاز الجسم مهتز 50 سنتي، هنقوله أي أن أقصى إزاحة يصنعها الجسم المهتز بعيدا عن موضع سكونه تساوي 50 سنتي، يعني نص متر. ما معنى قولنا أن تردد شوكة رنانة 300 هرتز؟ هتقول له أي أن عدد الاهتزازات الكاملة التي تحدثها الشوكة الرنانة في الثانية الواحدة بتساوي 300 اهتزازة كاملة. ناخد مسائل مجاب عنها. طبعا في معلومة إثرائية هنا بتقول لك إن العالم الهولندي هيجنز صمم الساعة البندولية اللي احنا شفناها باعتبار إن البندول بيتذبذب بتردد ثابت مهما تغيرت سعة الاهتزاز. طبعا عندنا الكيلو هرتز بيساوي 1 في 10 أس 3 هرتز، يعني 1000 هرتز. الميجا هرتز بيساوي 1 في 10 أس 6 هرتز، يعني مليون هرتز. الجيجا هرتز بيساوي 1 في 10 أس 9 هرتز، يعني مليار هرتز. قال لك ما معنى قولنا أن الزمن الدوري لبندول بسيط 3/10 ثانية، أي أن الزمن الذي يستغرقه البندول في عمل اهتزازة كاملة يساوي 3/10 ثانية. طب لو قال لك ما معنى قولنا أن الزمن الذي يستغرقه جسم مهتز في عمل 120 اهتزازة كاملة يساوي 60 ثانية، لو أنا قسمت ال 120 على 60 يديني كام؟ يديني تردد 2 هرتز، ويديني زمن دوري 1/2 ثانية، يعني نص ثانية. يبقى ممكن تقول له أي أن الزمن الدوري بيساوي 5/10 ثانية، أو أن التردد بيساوي 2 هرتز. تدريب 2 قال لك في أي منحنى تكون سعة الاهتزاز أكبر؟ طبعا من نظر كده نعرف إن المنحنى ده اللي هو منحنى واحد سعة الاهتزاز فيه أكبر، لأن الابتعاد عن موضع السكون له أكبر، لأن أقصى إزاحة صناعة الجسم مهتز بعيد عن موضع سكونه اللي هي سعة الاهتزاز. نمرة 2 ما عدد الاهتزازات الكاملة بين النقطتين س وص في كل منحنى، من أول هنا لهنا س وص أهو. طب هنعمل إيه؟ هنعد العدد الإزاحات ونقسمها على 4 يدينا عدد الاهتزازات الكاملة، لأن الاهتزازة الكاملة فيها 4 إزاحات. يلا بينا نعد مع. يلا من أول س أدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 على 4 فيها 3، يبقى أنا عندي 3 اهتزازات كاملة. طيب نيجي للرسمة التانية أو المنحنى التاني، من أول السين هنا لحد الصاد أدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. يبقى 16 على 4 فيها 4 اهتزازات كاملة. مسائل مجاب عنها. ما الزمن الدوري للبندول المهتز في الشكل المقابل؟ طبعا هنلاحظ ان هو مديني 5/10 من مسافة من هنا لهنا، يعني ازاحة واحدة. هنا عندي حل من 2، يا اما اضرب في 4 لان انا عندي هنا الزمن ده زمن ربع اهتزازة كاملة، لان الاهتزازة الكاملة 4 ازاحات، فاضرب في 4 عشان يبقى الزمن الدوري هو الزمن اللي بتصنعه اهتزازة كاملة، فاضرب 5/10 في 4 تديني 2. ده حل. الحل التاني ان انا اكتب القانون، اقول الزمن الدوري بيساوي الزمن بالثواني على عدد الاهتزازات الكاملة. يبقى اقسم اقول الزمن الدوري بيساوي، معلش انا بكتب بالماوس فالخط وحش، هيبقى الزمن بالثواني على عدد الاهتزازات الكاملة. طبعا هيساوي الزمن 5/10 على هو عملها في قد ايه؟ في ربع اهتزازة. ربع ده يعني 25%. 5/10 على 25% هتعمل 2 ثانية. الحل التاني اللي انا لسه قايله لك من شوية، ان اضرب 5/10 في 4 تديني 2 ثانية، لان الاهتزازة الكاملة بتساوي 4 ساعة اهتزاز. التدريب اللي بعده قال لك احسب الزمن الدوري والتردد لجسم مهتز يصنع 300 اهتزازة كاملة في نصف دقيقة. طبعا هنا لازم احول الدقيقة لثواني لان انا بحسب الزمن بالثواني، فاقول الزمن بيساوي 5/10 في 60، يعني نص دقيقة في 60 تديني 30 ثانية. بعد كده اجيب الزمن الدوري، هقول زين بتساوي الزمن بالثواني على عدد الاهتزازات الكاملة، يبقى 30 على 300 هيديني 1/10 ثانية. وطبعا انا ممكن اجيب التردد مباشرة، بما انه هو المعكوس الضربي يبقى ده 1/10 ثانية، يبقى التردد ب10 هرتز، لانه مقلوبه هيبقى ت بتساوي عدد الاهتزازات الكاملة
على الزمن بالثواني يبقى 300 على 30 هيساوي 10 هرتز. من الشكل المقابل عندما تتحرك كرة البندول من س لص في زمن قدره 2/100 ثانية، فإن التردد يساوي، طبعا من س لص ده نص اهتزازة، إن التردد هيساوي عدد الاهتزازات الكاملة على الزمن بالثواني. الاهتزازات قد إيه؟ نص، يعني 5/10 على الزمن بالثواني 2/100، يبقى 5/10 على 2/100 يساوي 25. إذا كان الزمن الدوري لبندول يهتز هو 1/10 ثانية، فاحسب عدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها خلال 90 ثانية. طبعا أنا هنا عشان أجيب عدد الاهتزازات الكاملة موجود في القانون بتاع التردد، إن التردد بيساوي عدد الاهتزازات الكاملة على الزمن بالثواني، يبقى أجيب عدد الاهتزازات الكاملة أضرب التردد في الزمن بالثواني. طب أنا هنا ما عنديش التردد أصل دوري، طب ما هو مش إشكال، ممكن أنا أجيب التردد بمعلومية الزمن الدوري بإن أقسم 1 على الزمن الدوري. فهنا الزمن الدوري هم ادوني ب1/10، يبقى التردد هيساوي 10، لأن 1 على 1/10 يساوي 10 هرتز. أنا كده جبت التردد. أضرب بقى التردد في الزمن بالثواني، يبقى التردد في الزمن بالثواني يبقى 10 في 90 يساوي 900 اهتزازة كاملة. قالك الأشكال الآتية تعبر عن اهتزاز بندول بسيط سعة اهتزازته تساوي 30 ولا 25 ولا 20 ولا 10. أنا مش محتاج أبص للرسم، هاخد أعلى رقم. ليه هاخد أعلى رقم؟ لأن احنا عندنا سعة الاهتزازة هي أقصى إزاحة، يعني أبعد إزاحة يصنعها الجسم المهتز بعيدا عن موضع سكون. أدي ده 10، ده 20، ده 25، ده 30، يبقى هو أكيد ده ال30. يبقى هنختاره ال30 لأنها أقصى إزاحة يصنعها الجسم المهتز. الرسمة اللي جاية دي بقى نركز فيها شوية. قالك من الشكل المقابل الذي يمثل حركة جسم مهتز في الشكل اللي قدامنا ده، أوجد الزمن الدوري للجسم المهتز. أوجد الزمن الدوري للجسم المهتز. هنجيب الزمن الدوري بإننا نقسم الزمن بالثواني على عدد الاهتزازات الكاملة. طب هو مديني في الرسمة 8/100، ده الزمن بالثواني. طب اللي استغرقه قد ايه؟ كام اهتزازة كاملة؟ هنعد بقى، بص كده معايا. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. التمن ازاحات دولت، التمن ازاحات دول يعملهم 2 اهتزازة كاملة. يبقى انا هقسم 8/100 على ال2، 8/100 على ال2 تدينا 4/100. يبقى الزمن الدوري للجسم المهتز هيساوي 4/100. قالك نمرة 2 قاعد رسم الشكل في الورقة البيانية 1 بحيث يزداد التردد للضعف مع ثبوت سعة الاهتزاز. يعني أنا عندي سعة الاهتزاز هنا واخدة مربع 1، خليها زي ما هي واخدة مربع 1، بس زود لي التردد للضعف. طب أنا أزود التردد للضعف إزاي؟ بإني أزود عدد الاهتزازات الكاملة. يعني أنا عندي هنا المربع واخد ازاحة واحدة، اخليه هنا واخد ازاحتين، يعني اعمله كده. خلاص كده، يبقى انا عندي بدل ما كان واخد ازاحة واحدة هنا اخد ايه؟ ازاحتين. ماشي؟ طيب في ال3 قالك قاعد رسم الشكل في الورقة البيانية 2 بحيث تزداد سعة الاهتزاز للضعف مع ثبوت التردد. يعني انا عندي هنا في كل مربع واخد ازاحة واحدة، هنخليها زي ما هي ازاحة واحدة، لكن هزود سعة الاهتزازة، يعني بدل ما خلاها مربع خلاها مربعين، يعني تبقى عاملة كده. خلاص؟ طيب نشوفها بشكل اوضح، لان الرسم انا برسم بايديا. ادي الرسم يا جماعة اهو. في الحالة الورقة البيانية الاولى انا عملت ايه؟ انا زودت التردد للضعف مع ثبوت سعة الاهتزاز. سعة الاهتزاز هنا كانت مربع 1 لاعلى، ادي الخط اهو بتاعي، مربع 1 لاعلى، سبتها زي ما هي مربع 1 لاعلى، بس بدل ما كان عندي ازاحة واحدة في المربع خليتها ازاحتين. يبقى اهو 1 2 3 4 وهكذا. في الرسمة التانية زودت سعة الاهتزاز، يعني بدل ما كان مربع 1 لفوق بقوا مربعين لفوق، بس حافظت على التردد ان عدد الاهتزازات الكاملة زي ما هو. انا عندي هنا 1 2 3 4 5 6 7 8،
يعني دولت 2 اهتزازة كاملة، خليتها هنا زي ما هي 2 اهتزازة ايه كاملة برضو. خلاص. قال لك جسم مهتز بيصنع 480 اهتزازة كاملة في الدقيقة، احسب تردد الجسم وزمنه الدوري. طبعا احنا عارفين ان التردد بيساوي عدد الاهتزازات الكاملة على الزمن بالثواني. هنقسم من 480 على 60 هيديني 8 هرتز. الزمن الدوري هنعمل العكس، هنقسم الزمن بالثواني على عدد الاهتزازات الكاملة، هنقسم 60 على 480 هيساوي 8 ثانية، 1 على 8 يعني بيساوي 125 من 1000 ثانية. مع خلص تمنياتي بالنجاح والتوفيق، اللهم يا رب العالمين نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم سهل لجميع الطلاب دراستهم، اللهم وفقهم ونجحهم وافتح عليهم أبواب رحمتك. اللهم إنا نسألك لهم قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن. اللهم يا مستجيب الدعاء بارك لهم في أوقاتهم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.